والمحكمة ها هي والعدالة فينا هي احنا كلجنة محلية للتضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني كننظموا هذه الوقفة هذه تضامنا بالموازاة مع المحاكمة ديال الصحفي سليمان الريسوني باش نعبروا على التضامن ديالنا معها ونطالبوا السلطات بالاطلاق السراح ديالهم، لان الجريمه الوحيده اللي قاموا بها هاد الصحفيين وانهم مارسوا المهمه ديالهم بمهنيه وفضحوا المجرمين الحقيقيين اللي هما كيستولوا على الاراضي، كيستافدوا من المناصب ديالهم، المزايا ديالهم، القرب ديالهم من السلطه، كيحتلوا في حقيقه وكيستولوا على الحلم ديالنا والحلم ديال المغاربه كاملين اننا نعيشوا في مجتمع ديمقراطي ومجتمع اللي فيه العداله الاجتماعيه واللي فيه المغاربه كلهم سواسيه. دونك حنا كنطالبوا بالاطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين السياسيين وعلى راسهم عمر الراضي، سليمان الريسوني. والحقوق الله يخلف. اخر تواصل ديالي مع سليمان كان الزياره ديال يوم الاربعاء اللي تمكنت انني نجي الطفل ديالنا يشوفوا. كانت زيارة جيدة جدا، يعني استطعنا أننا نتكلموا على الأقل أو نشاركوا شوية الحديث اللي شحال هذه ما بقاش، بحكم أن مدة المكالمات ما كتسعش باش الإنسان يتكلم ليبغومون. دونك كانت زيارة جيدة، مشكورة المندوبية ديال السجون على هذه البديرة الطيبة من بعد مدة طويلة من الاعتقال ومن التغييب القسري. هذا السن هذا هو السن الحرج جدا، يعني هو السن اللي كيبدا يكتشف فيه الطفل مجموعه الاشياء، كيكتشف ذاته كيف ما كيكتشف المحيط ديالو. وصعب على طفل انه يلقى راسو مع شخص واحد اللي هو وانا اللي جو شابوت لو تو، زعما نلبي متطلباته وكذا والى اخره، وكنخرجوا انا. يعني هذا الدور ديال المابا عاود ماشي سهل جدا، زعما انا كنقول ان صعيب ان يكون بيت ما يكونش متكامل، ما فيش الاب والام، ما فيش اسره متكامله الى اخره. ومعاه حنايا كاملين هو المخزن اللي ظلموا ومعاه حنايا ما مفكيش. جينا اليوم باش نتضامنوا مع الصحفي سليمان الريسوني في المحنه التي كتعرض لها، وهذه المحنه جاءت نتيجه المواقف ديالو وجاءت من اجل التضييق على حريه التعبير. ومن خلال سليمان الريسوني نبلغ التضامن ديالنا مع كافه المعتقلين ديال الرأي والمعتقلين السياسيين، المعتقلين الصحفيين، وعلى راسهم سليمان الريسوني، المعطي منجيب، عمر الراضي، واللائحه تطول شفيق العمراني، واللائحه تطول مجموعه من الناس. والهدف من هذا الشيء كيجي الهدف منه من اجل كتم الافواه ديال الاحرار في هذه البلاد، ومن اجل التطويع من خلالهم المخزن كيبغي يعبر، كيبغي يرسل رساله للشرفاء هذا الوطن بان المصير كل من يتكلم عن حقه وكل من يعبر عن رايه وكل من يدافع عن المستضعفين وعن المهضومي الحقوق في هذه البلاد، المصير ديالو السجن والقمع والتنكيل. ونحن هذا الامر كنرفضوه ونعلن باننا نرفضه، وسنتضامن دوما ومطلقا مع كافه معتقلي الرأي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والحريه الحريه 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 والحريه الفوريه